وهي تتحدث عن التدريبات التي تتلقاها هذه العناصر في ليبيا. طيب الفيديو الاولاني زي ما شفنا فيه، او الجزء الاول من الفيديو، هو فيديو متصل، الجزء الاول من الفيديو بيتكلم عن هؤلاء الاشخاص دول، اشخاص اجانب يتحدثون الانجليزيه بطلاقه، وهؤلاء الاشخاص تم الاتيان بهم الى هذا المعسكر في الصحراء الليبيه على الحدود الغربيه لمصر اللي هي حدود شرقيه ليبيا، وبيتدربوا على فكره ايه؟ التدخل في المدن او الدخول في المدن للسيطره عليها واخماد اي اعمال عسكريه او مسلحه من المدنيين. بمعنى ان لو قوات سين اوسط قررت انها تدخل اي دوله في الحدود سلطه هذا المعسكر، هذه القوات تتدخل مع القوات العسكريه المسلحه الداخله عشان تثبط من عمليات الهجوم المضاد اللي هي عندنا احنا فكره المقاومه. يبقى هم بيعدوا في ليبيا مجموعات من المحترفين لاحباط او لانهاء المقاومه المدنيه، لان هم عارفين ان مصر جيشها مش اللابسين مموه بس، ان مصر جيشها كل واحد بيجري في دمه عروق مصريه موجوده على ارض البلد. فهم عشان كده ابتدوا يعملوا الفكره دي، ان هي تعمل عمليه ايه؟ تثبيط للمقاومه اذا ما حدث. لكن الجزء الثاني من الفيديو بيتكلم عن قواعد العسكريه اللي موجوده بتنظيم القاعده، زي ما قلنا دي من 98، وقلنا ان في 3 قواعد اكبرها اللي موجوده في سابها. القواعد دي اللي تبع القاعده او المجموعات اللي تبع القاعده دي بتشكل قوه عسكريه سيتم استخدامها زي ما قلنا في لحظه مناسبه تحت مسمى او باخر، بقى هتسمى بقى جيش حر، هتسمى عفريت ازرق، دوله مش هتسمى داعش، دامغ الدوله الاسلاميه في المغرب العربي. ده المسمى اللي هم احنا عندنا داعش ودامغ وداصح، الدوله الاسلاميه في الصحراء الكبرى دي الموجوده في افريقيا. لكن هل هم مثلا الامريكان لما خططوا لفكره ان مجموعات عسكريه تهاجم الحدود المصريه، هل هم بالغباء؟ طب الخرفان اللي عندنا متخيلين انهم يقدروا يكسروا الجيش، لكن هل الامريكان بالغباء ده؟ لا، الامريكان مش اغبياء لدرجه انهم يتخيلوا ان هؤلاء الافراد مهما كانوا وصلوا من تدريب وتسليح هيقدروا يكسروا عزيمه الجيش المصري، او هيقدروا ان هم يقتحموا الحدود المصريه. فعشان كده هم اقنعوا هؤلاء الاشخاص المغرر بهم والخرفان اللي عندنا جوه ان هم اتحركوا انتوا بس واخلقوا واقع جغرافي جديد واشتبكوا مع الجيش وخدوا حته واحنا هنساندكم. لا، هم مش هيساندوه، هم عايزين يعملوا ده عشان خاطر يحصل القلق ويحصل حاله الاشتباك، فتستغلها امريكا بنظريه جديده خالص اللي هي باستخدام الوسيله الاحدث في احتلال الدول الافريقيه.